السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا مرحبا بكم متابعي قناة عروض الماتش في كل مكان. تحياتي ليكم، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. هكلمكم كده على حاجة خفيفة كده. لو حد نازل يشتري لسه جديد طبعا ومش عارف يعني ايه حسنة ويعني ايه بيز. في حاجة اسمها حسنات بتبقى في المفروض ان هي بتبقى في العجول البقر بس، يعني هي المفروض الحاجة دي بتبقى في العجول البقر بس. تمام. هحاول برضه اصورها لكم. العجلة دي طبعا فيها حسنة بس ايه زيادة شوية يعني، بس مش بيز. في فرق ما بين الحسنة وما بين البيز. ماشي. هحاول انا واحدة واحدة كده ايه اجيبها لكم بحيث ان انتوا تعرفوا ايه الفرق ما بين الحسنة وما بين البيز. بصوا، بسم الله. اهيت اهي على الشمال اهيت حسنة صغيرة اهي. ماشي. دي حسنة واحدة، اوقات بيبقوا اتنين بس. طبعا هتعرفها ازاي بقى؟ الحلابة ده ايه، الحلابات اللي طبعا الاربعة اللي قدام دول بتلاقيهم كبار شوية. دي بتبص تلاقي ايه قصيرة عنهم سنة كده زي ما انتوا شايفين اهيت اهي. طبعا هي واقفة رجلها مقرفة شوية. بصوا اهي بتلاقي يعني ايه غطسانة عن الحلابات شوية كده ايه اللي فوق، فدي اسمها حسن. انما لو الحلابة نازلة تحت زيها لو الحسنة دي نازلة تحت زيها زي الحلابة، ده عيب شرعي. طبعا الحسنة ما بتبقاش عيب شرعي، هو عيب هنقول هو ده عيب، بس طبعا هي خيرة ربنا طبعا ملناش اعتراض فيه، لكن مش عيب شرعي. الحسنة يا جماعة عشان برضو الناس تبقى عارفة، انا مش بقول طبعا عشان ان انا ببيع دي او ما ببيعهاش، انا والله انا ما قصدي حاجة، انا اقصد بس ان انا اوعي الناس بس ايه لحاجة يعني عن تجربة في السوق والكلام من ده. واللي بيبيع وبيشتري قدامي بيبقى ايه، ببقى عارف ان دي ايه ودي ايه. الحسنة دي بتبقى يعتبر ما بتجيبش بلبن. الحسنة دي ما بتجيبش لبن تقريبا يعني. في البقرة الكبير ما بيجيبش لبن فيه، تيجي تحلبها يعني ما بتنزلش لبن. انما الحلابة طبعا بتحلب، فلما يكون خمس حلبات وبيحلبهم ده عيب شرعي. 5 أو 6، اوقات بتبقى 5 واوقات بيبقى 6. وتبص تلاقي اوقات ايه في وسط الحلبتين اللي هم الاخر دول، تبص تلاقي ما بينهم كده في النص في واحدة في النص كده. ماشي. من ناحية ورا كده او من ناحية قدام، ده كل ده عيب شرعي. يعني لو حضرتك خدتها وعايز ترجعها حقك، سواء في سوق سواء واخدها من حد حبيت ان انت ترجعها ده حقك. انما الحسنه دي مش عيب شرعي، يعني مش العيب اللي هو يعيب الحاجه بقى ان هي تنزل من حقها فلوس وكلام من ده. لان 90 يعني مش هقول 90% يعني 60% من عجول البقر او البقر عامه كلهم اغلبيتهم كده. فده مش عيب شرعي. ولما تيجي تشتري ما تقلقش، خدها وانت مطمن، وربنا يستر علينا وعليكم. تحياتي ليكم. يا ريت لو حد عجبه الفيديو يضغط لايك ويسمعنا تعليق كويس كده وصلى على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.